في هذا الفيديو هنهضروا على الكاريزما وكيفاش اكتسبها وكيفاش تولي شخص كاريزماتيك عنده تأثير كبير على المحيط ديالو. الحاجة اللي خصنا نعرفوها هي شنو هي الكاريزما. الكاريزما بكل بساطة هي تكون عندك واحد الشخصية محبوبة والجميع يحترمها، وصاحب هاد الكاريزما كيكون قيادي بحال واحد الجروب تاع الدراري داروا رحلة وواحد منهم هو المكلف فيهم، فين غيمشي وكيعطي الرأي ديالو كلشي وكيسمع ليه بحال هكا. واخا بعدنا بزاف على الموضوع، الفيديو الجاي غنهضروا على كيفاش تكون شخص قيادي بكل بساطة، تكون مصدر اهتمام للآخرين. دابا غنعطيكم الصفات اللي كتكون في هذه الشخصية، ركزوا معايا مزيان باش تعرفوا واش كاينين فيك ولا لا. الا كاينين فيك ما تردش تكتبها لينا في التعليقات. اول حاجه كون عندك القدره على التحكم في المشاعر ديالك، فاش كطيح في شي مشكل كتكون قادر تحلو بوحدك، كتكون كتقرا بنادم وكتعرف شنو تحت راسو قبل ما يهضر، وتعرف تتعامل مع بزاف ديال الانواع، كتكون اجتماعي كتعرف تهضر مع الناس. دابا فاش عرفنا شنو هي الكاريزما والصفات ديالها، نمشيو لاهم حاجه اللي نبني عليها الفيديو اللي هي كيفاش تولي شخص كاريزماتيك. دابا عزيزي المشاهد خاصك تعرف باللي كاينين اللي كيتولدوا وتلقائيا كيكتسبوها من المحيط ديالو، ولكن انت اذا كملتي مع هذا الفيديو ان شاء الله هتكتسبها. ماي برادر، دابا اراني المفيد نبداو بشي نصائح وشي حوايج اللي خصك ديرهم باش تولي عندك هاد الكاريزما. المهم اول حاجه كون عارف النقاط الضعف ديالك وما تحاولش تخبيهم. انت ولا انت فاش كيكون عندك شي حاجه ما عاجبك في راسك، هذيك عاوتاني موضوع اخر، خاصك تكون منسجم مع ذاتك وتبغي راسك. حيت حنا البشر كنفهموا بعضياتنا، غير تهضر مع شي حد غيعرفك انك ما واثقش من راسك، فهمتي؟ هذه نرجعوا ليها في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. المدح بكل صدق. دابا خرجتي مع الصديق ديالك هو ضارب شي لبسه ماشي هي هذيك، وانت قلتي ليه حبيز جات معك زوينه، جات معك الاخر غيعرف بلي انك منافق. خاصك تكون ديما صادق في المجاملات ديالك مع الناس. رابعا التواصل البصري، فاش كتهضر مع شي حد شوف ليه في عينهم وحاول ما تكثرش بزاف، وعاوتاني ما تشوفش ليه في رجليه ولا تشوف ليه شي حاجه اخرى. رجعنا على الموضوع. خامسا تكون متفائل، عارف كدوز من بزاف ديال المشاكل ديال هذه الحياه، انت ولا انت خاصك تكون متفائل وتلقى الهم يسرح. قوه الاقناع، نفترض دخلتي في نقاش مع اخوك ولا اختك ما كيهمش، المهم كل واحد فيكم كيعطي الراي ديالو، انت خاص تحاول تقنع الطرف الاخر بلا ما تفرض الراي ديالك. الاهتمام بالمظاهر الخارجيه، سبيل المثال كتكون هاد الشيء كامل اللي قلنا فيك وكتجي حتى لهاد النقطه وما كتكونش عندك المظهر ماشي هو هذا. المظهر اول حاجه خصك تهتم بالمظهر ديالك، حيت كيشكل 50% من الشخصيه ديالك. ماشي ضروري تلبس شي حاجه تكون جديده، المهم غير تكون نقيه وما تكونش كتلبس داكشي اللي كيكون ترند كيجي في واحد الوقيته وكيمشي. ثامن حاجه النقاط المشتركه مع الاخرين، هذه في علم الناس كيسميوها المورين غتمان، تكون تفهم مزيان بكل بساطه. فاش كتعرف خصك تبين الشخص الاخر انك عندكم نفس الاهتمام وكاين اللي كيخدمها للصالح ديالو. المهم هذه داخله في الموضوع ديال لغه الجسد. بكل بساطه تكون الحركات ديالك الجسم ديالك تكون سليمه وخاليه من الخوف ولا الخجل. الا بغيتي نطرقوا لهذا الموضوع حتى هو قولوها ليا. المهم كسر الروتين وروح الدعابه. فاش الاصدقاء ديالك كتهضر معاهم ولا صاحبك ولا اي واحد ما كتعرفوش، شد فيه وحاول ما تكونش استفزازي. المهم خرج من داك الروتين تاع الملل، وهذا الشيء كيطور من العلاقات مع الاخرين. عزيزي ولا عزيزتي المشاهده، دابا غنقول لكم شنو غتستافدوا فاش تكتسبوا هاد الشيء الكاريزميا. مع معايا مزيان غتولي عزيز عند كلشي، غتعرف تهضر مع الناس بكل راحه ولباقه، غتكون علاقات بزاف وصادقه، ثقه كبيره في النفس، غتكون ديما كتطور وكتغير، نشاط والحركيه، فهم الاخرين. دابا نعطيكم بعض الايجابيات ديالها. حاش جمهور كبير من المعجبين، غتولي تشوف المسؤوليه من منظور اخر، فان وغتنجح في كل مجالات ديال الحياه. وصلنا صديقي ولا صديقتي لنهايه الفيديو. الا عجبك ولو غير شويه من هذا الفيديو ما تنساش تعملنا لايك ولا اشتراك، وبقى لي غير نقول لكم سلام.